كثير من الأحيان لما كنت صغيرة أو لما أكون مطفرة أكون ودي أشارك في صدقة جارية مثل بناء مسجد أو كفالة يتيم، ولكن ما يكون عندي الفلوس الكافية للمشاركة في هذه المشاريع. فبديت أفكر وبحثت كثير وجبت لكم 5 طرق للصدقة الجارية بدون تكلفة. وأول طريقة راح أتكلم عنها هي نشر القرآن الكريم على الإنترنت، وهذه الطريقة جدا بسيطة وأي شخص يقدر يسويها من أي فئة عمرية. وراح أحط لكم طريقة تنزيل الفيديو في اليوتيوب تحت في الديسكريبشن بوكس. ثاني طريقة راح أتكلم عنها هي تعليم الأطفال القرآن الكريم. مثلا لو تعلم الطفل الصغير سورة الفاتحة طبعا راح يستخدمها كل يوم في صلواته الخمس طول حياته، فتخيل كم الحسنات اللي راح تاخذها بسبب هذا العمل البسيط. الطريقة الثالثة هي نشر الذكر والأدعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الرابعة هي تعليم الأطفال الصلاة. طبعا تعرفون أن الصلاة هي عمود الدين، وأول ما نعلمه أطفالنا، فتصور أنك علمت الصلاة لعيال حارتك، صدقني راح يكون ذلك سبب عظيم من أسباب دخولك الجنة. الطريقة الخامسة والأخيرة هي إعطاء أو توزيع الكتب الإسلامية أو العلمية للأشخاص اللي تعتقد أنهم يجهلون أحكام الدين أو غير المسلمين أصلا. طبعا بحكم أنك مطفر بتقول وين أجيب هالكتب؟ أبشركم الكتب موجودة في جميع مكاتب الدعوة والتوعية الجاليات، وتقدر تروح تاخذها بنفسك وتوصلها، وتلاقون قائمة مكاتب الدعوة تحت في الديسكريبشن بوكس. هذه أهم الأفكار اللي طلعت معي الآن. أتمنى كل واحد عنده فكرة جديدة أنه يشاركها معنا تحت في التعليقات عشان تعمل فائدة للجميع. أتمنى أن الجميع استفاد من هالفيديو. فضلا لا تنسوا اللايك وأنكم تشاركونا مع الآخرين عشان تعمل فائدة، والدال على الخير كفاعله. والشهر عليكم المبارك وكل عام وأنتم بخير. تحياتي منو DIY.